وعليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا في المحاضرة الثالثة من الكورس الخاص بالمتاجر، الكورس مدفوع. ان شاء الله النهاردة هنعرف حبة حاجات كده عن موضوع البرودكت وانواع البرودكت، وهنعرف ايه الحاجات اللي موجودة الخاصة بالبرودكت نفسها. هنخش اول حاجة بدون كلام كتير على النوت بتاعتنا. خلينا نكتب من خلال اللي هي النوتة. عندنا النهاردة حاجات كويسة جدا بس لازم نركز فيها قوي يعني. أول حاجة عندنا حاجة اسمها المنتجات. طبعا احنا هنكبر الكلام بالشكل ده. ايه هي أنواع المنتجات؟ انت عندك حاجة اسمها، أو عندك 4 أنواع للمنتجات أو المنتجات اللي انت بتحطها على هذا الموقع. يبقى 4 أنواع للمنتجات. خلاص ركز معايا بقى، ايه شايف من أي أخطاء إملائية أو أي حاجة انت تشوفها دلوقتي. انت عندك 4 انواع لهذه المنتجات. خلاص، وعندك حاجة اسمها الصفة، وعندك حاجة اسمها الصفة، وعندك حاجة اسمها متغير. تمام. وعندك ايه تاني؟ ده انت عندك المنتج ليه حاجة اسمها الصفة والمتغير، وعندنا 4 انواع للمنتجات، وعندك حاجة اسمها وصف. تمام. طيب بالراحة كده هنبدأ في الموضوع الخاص بأنواع المنتجات، بعد كده الوصف، بعد كده هناخد الصفة والمتغير. الحاجات دي هتخليك تحترف موضوع المنتجات وازاي تحط المنتجات بسهولة يعني. هروح أول حاجة على البرودكت، أول برودكت اللي موجودة هنا. هتلاقي هي المنتجات اللي موجودة الطبيعية اللي عندنا اللي احنا ضفناها قبل كده. لو عايز تلغي كل المنتجات دي بتدوس على العلامة اللي فوق دي، تدوس على العلامة اللي فوق دي وتتأكد إن كلهم متعلمين بالشكل ده، وتروح تعمل حاجة اسمها موف تو تراش وتعمل أبلاي. كده أنت لغيت المنتجات. طيب عايز تلغيهم خالص بحيث إن أنت آه، ما تشوفهمش على الموقع تاني، مثلا بتروح على تراش، بعد كده بتروح على نفس العلامة اللي فوق دي، نفس العلامة اللي فوق دي، وتعمل حاجة اسمها delete permanently. بعد كده ابلاي. كده انت لغيت 20 بس زي ما انت شايف. طيب في مشكلة ان في واحد يجي يقول لي يا محمد، ده المهندس محمد، انا عندي 200 منتج عايز الغيهم مرة واحدة، هعمل فيهم ايه؟ هقول لك تعمل فيهم ايه. عندك حاجة اسمها الاول هنا. هنفترض ان دي بدل ما هي 11 هي مثلا 200. هتروح هنا على حاجة اسمها سكرين اوبشن، هتلاقيها طالعة هنا سكرين اوبشن. هتزود هنا number of items per page، هتخليها 200 بالشكل ده، او خليها دايما 3 ساعات. خلاص، وتعمل هنا حاجة اسمها ابلاي. كده انت تقدر تختار او تحدد على اكتر من 200 او حتى 9999. تقدر تختار مثلا من هنا من الاول كلهم، وتقدر تحدد عليهم مرة واحدة، وتقدر تعمل الاجراء اللي انت عايزه، سواء انك تعمل اجراء مثلا يعني انك تلغيهم بالكامل، او تعمل حاجه اسمها edit وتعمل ابلاي عشان تحدد في الكاتيجوريز بتاعتهم بشكل كامل، او سعرهم، او التاكس ستاتيوس بتاعتهم، او الكلام ده كله. وفي الاخر بتعمل هنا ابديت وبيتعدل كله مره واحده. هنا هنروح بقى نرجع لموضوع بتاعنا اللي هو انواع المنتجات. هنروح على اول حاجه اسمها add new product او اضف منتج جديد. هنا طبعا انت بتكتب اسم المنتج بتاعك، اسم المنتج الخاص بيك. دي خطوات ثابتة يا شباب. خلاص، هنقسم خطوات المنتجات دي لحاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها يمين وشمال. خلاص، يبقى انت اول ما تدخل على المنتج ايه الحاجة اللي تيجي في بالك؟ حاجة اسمها يمين وحاجة اسمها شمال. اليمين هو الجزء اللي بتكتب فيه الداتا، جزء الكتابة هو الجزء اللي بتكتب فيه الداتا الخاصة بالمنتج. الجزء الشمال هو اللي بتحط صورة وبتنقي اللي هي الايه، الكاتيجوريز. ولو عايز تحط اكتر من صورة عندك حاجة اسمها برودكت جاليري، تقدر تحط اكتر من صورة في الجزء ده. طب خلينا نبدأ واحدة واحدة، وابدأ يعني اهدي الريتم شوية. عندك اسم المنتج الخاص بيك، يعني ده مثلا اللي هو منتج تيست. خلاص، طب بيظهر فين؟ بيظهر في الاول ما بتدخل على صفحة المنتج نفسه، بيظهر في الاول خالص. هنا برودكت ديسكريبشن، ده كده اسمه الوصف الطويل للمنتج. طيب بيظهر فين الوصف الطويل للمنتج ده؟ بيظهر تحت، مش بيظهر في جنب الصورة. لا، هو بيظهر تحت خالص، وتكتب بقى ايه الحاجة اللي انت عايزها
في الجزء ده بشكل موسع وكبير جدا، وادي تفاصيل براحتك زي ما انت شايف كده. خلاص، هيجي بعد كده الجزء الخاص ب برودكت شورت ديسكريبشن. ده الشورت ديسكريبشن ده هو اللي بيظهر في الصفحة بتاعت المنتج تحت بالظبط الجزء اللي هو المنتج التيست ده. يعني منتج التيست، بعد كده برودكت شورت ديسكريبشن، بعد كده بتلاقي البرودكت ديسكريبشن، وبعد كده بتلاقي التفاصيل تظهر زي ما احنا هنشوف ان شاء الله. تمام. طيب يا سيدي، دي حاجة اسمها السيمبل برودكت، ودي اول نوع من انواع المنتجات نفسها. يبقى انت عندك حاجة اسمها ايه؟ السيمبل، لا مؤاخذة، السيمبل برودكت. خلاص. السيمبل برودكت ده مهم جدا، وده اغلب الحاجات اللي انت بتعملها في الموقع بتاعك هي بتكون سيمبل برودكت اصلا. طيب المنتج ده ممكن يكون مادي وغير مادي. يعني أربع أنواع للمنتجات. الأربع أنواع من المنتجات ليهم تصنيف كده: مادي وغير مادي. يعني إحنا مثلا عندنا أمازون. أمازون بتبيع حاجات مادية. خلاص. وعندنا مثلا حد بيبيع مثلا إيه؟ تراخيص كمبيوتر، تراخيص ويندوز مثلا. أنا بشاركك في كل حاجة بحيث إنك تعرف التفاصيل كاملة عن كل شيء إحنا بنتكلم فيه. عندك مثلا تراخيص اللي هي الكاميرا، هتلاقي مثلا منتج زي ده. مفتاح مش عارف ترخيص ايه، انا ما اعرفش اصلا الديجيتالي ده ولا مش عارف ايه، ما اعرفوش. تمام. هو بيبيع لك ايه؟ هو بيبيع لك منتج غير ملموس. طب غير ملموس اقدر احدده ازاي؟ يعني الراجل ده اول ما حط المنتج بتاعه حطه ازاي؟ حط المنتج عادي ان هو سيمبل عادي خالص، وراح جاي هنا على الفيرتشوال، او اللي هي اللي هو غير مادي، او اللي هو مش موجود، ما يقدرش تلمسه بايدك، فيرتشوال برودكت، منتج خيالي. شوف انت عايز تحدده ازاي او تسميه ايه. هتختار الفيرتشوال دي، وتختار السيمبل برودكت، وتكتب مثلا سعر البرودكت هو كام هنا. سعر البرودكت هو كام؟ 10 دولار بدل 15 دولار مثلا. هتيجي هنا في الريجولار برايس هتكتب السعر الأعلى 15 دولار بمصري يعني 750 جنيه. تمام. السيل برايس اللي هو السعر بعد الخصم اللي هو 500 جنيه. نفس الموضوع ده كده. نسرق الصورة دي سيف ايمج از، نحط مثلا الصورة دي كده. تمام. هناخدها على جنب دلوقتي. نحطها مثلا فين؟ نحطها في set product image بالشكل ده. بس استنى، خلينا نخلص الجنب الايه الشمال كله مرة واحدة. طيب كده احنا حطينا الفيرتشوال مثلا. تمام. 750 جنيه، 500 جنيه بدل 750. تمام. هنا في التاكسيبل خليها نون، مش عايزين اي ضرائب على هذا المنتج. تاكس تاكس كلاس دي ما تجيش جنبها طول ما انت عامل التاكس ستيتوس نون. طيب هتروح على حاجه اسمها انفنتوري. بص بقى، الاس كيو ده لازم تفهمه كويس قوي. احنا كل ده في الجزء الشمال. احنا كل ده في الجزء الشمال. سيمبل برودكت، الفيرتشوال، منتج غير ملموس، منتج غير مادي. تمام. طيب هنروح على الاس كيو. ده بيكون ايه؟ بيكون اي حاجه، اي حاجه مثلا باللغه الانجليزيه، بس ما يكونش مكرر. ما يكونش مكرر يعني ما ينفعش منتج واحد يشمل هذا الاس كيو مرتين. تمام. يعني مثلا انا في منتج انا مسميه اس كيو، وهو رمز فريد، فريد من نوعه، اهو ستوك كيبنج يونت. يعني هو بيحدد كل عنصر بكلمه واحده بس. يعني في منتج انا ممكن اديله مثلا ام كي 1، هعمل منتج تاني لازم يكون ام كي 2. خلاص. طب لو المنتجين بام كي 1، هيجيب لك المنتج بشكل اوتوماتيكي، هيجيب لك المنتج اللي بعديه يجيب لك اي علامه كده مثلا جنبه، اللي هي العلامه دي جنبه. ولو عملت منتج تالت هيزود لك في دي. طب ليه؟ لازم يكون كل منتج ليه رمز او كلام يكون مختلف عن المنتجات التانية. طبعا سيبك من الكلام ده كله، ما يشغلكش الكلام ده كله. انترناشونال نمبر مش عارف ايه برضو بيكون ايه؟ ارقام. اعتبر ان هنا ارقام برضو. رقم لكل يونت، او رقم لكل منتج موجود عندك. هنا في حاجه اسمها ستوك مانجمنت. يعني انت بتقول له تراك ستوك كوانتيتي فور ذيس برودكت، يعني اتحكم في التراكنج للعدد بتاع المنتج ده. فانت مثلا هتقول متاح 5 في السوق. متاح 5 في السوق. حلو الكلام. طيب الو باك اوردرز اللي هي الطلبات ترجع. طبعا هي منتج فيرتشوال، يعني الطلبات الفيرتشوال ما بترجعش. تمام. فدونت الو طبعا يعني. طبعا لو في حاجه احنا هنعرف ازاي ان احنا ممكن نعمل حاجه زي دي كده، كيف يمكن مساعدتك والكلام الحلو ده. فالمهم يعني لو ستوك ثيرهولد يقول لك لو انت عندك مثلا 20 قطعه
من المنتج اللي هو اسمه ام كي 1 اللي هو الويندوز مثلا. انا جايب لك اول حاجه اللي هو السيمبل برودكت، المنتج اللي هي الغير مادي. خلاص. وده ما حدش بيشرحه، انا بشرح لك عملي زي ما انت شايف. خلاص. قال لك انا عندي 20 قطعه في المنتج ده. فكل ما عميل بيشتري، كل ما عميل بيشتري مثلا، راح عميل معين راح على اشتري الان واشترى منك 15 نسخه او 16 نسخه او 20 نسخه، بيقول له هنا في اللو ستوك ثيرهولد، بيقول له لما يبقى العدد اتنين بلغني على الايميل بتاعي او حذرني ان المنتج ده ناقص عشان ازود له الستوك عندي، الكوانتيتي. فبيديني التحذير ده فبزوده في المخازن لو هو منتج مادي، او طالما هو منتج غير مادي خلاص ما تعملش اصلا موضوع الكوانتيتي ده. خلاص. فمن الاخر يعني، من الاخر، طالما انت عندك حاجة مادية هتحتاج العدد ده كويس قوي. لو انت ما عندكش حاجة مادية سيبك من كمية المين، سيبك من الاعداد دي والباك اوردر والكلام ده كله، هتقفل بس العلامة دي كده. خلاص. فهنفترض ان احنا بنشرح على حتة مادية بس في الجزء ده. احنا طبعا ده منتج غير مادي، فسيبك من الكلام ده كله. طبعا ان ستوك هي الحالة الامثل، لان فعلا المنتج ده موجود ونقدر ان احنا نعمل عليه او العميل يعمل عليه طلبات شراء. طيب لينكد برودكت، في حاجة اسمها الاب سيل. يعني ايه الاب سيل؟ لما تروح على الاب سيل كده يقول لك مثلا ايه، انا عندي ترخيص ويندوز 10 ده بكام؟ ب 10 دولار، ويعمل لك اب سيل. يقول لك بس خلي بالك، انا عندي كمان انا عندي كمان ويندوز 11 برو بقى. تمام. ويندوز 11 برو ب 15 دولار. فبكتب هنا مثلا ويندوز 11 برو، المنتج الخاص بويندوز 11 برو. هو احنا مش هنعمل هنا مثال دلوقتي يعني، بعدين ان شاء الله في السيم اللي بعد كده هنشتغل بشكل اكبر يعني. طيب الكروس سيل، الاب سيل خلينا اشرحه لك. هو بيرقي الطلب بتاعه من منتج اقل لمنتج اعلى. ده الاب سيل، اسمه اب سيل. انا العميل دلوقتي بيشتري حاجه ب 10 دولار، لا يا عم اشتري حاجه ب 15. تمام. بيكون من نفس التصنيف او من نفس الكاتيجوري. لو انا عندي ملابس، الملابس دي مثلا يعني ب 700 جنيه، عندنا مثلا حاجه ب 700 جنيه، انا بكتبها لك بالكلام اهو، او مثلا هنيجي نكتبها هنا. تمام. الاب سيل عندي حاجه ب 700. تمام. ممكن احط للعميل حاجه ب 900 او 800 من نفس التصنيف، من نفس التصنيف. فهو ممكن ان هو يختار ال 700 ويشتريها، وممكن يختار ال 900 يبقى انا كده عليت في السله. خلاص. طيب في حاجه برضو ده تسويق عامه، في حاجه اسمها كروس سيل. كروس سيل يعني وانت ماشي، كروس سيل وانت ماشي. تعالى اوريك منظر الكروس سيل المحترم. عندك مثلا امازون. امازون لو انت رحت هنا كتبت ايفون، هتلاقي الايفون بكام؟ ب 34 او 33 الف مثلا. هي يقول لك هنا ايه؟ يلا يا زميلي انت هتشتري ايه؟ كيسة، وهتشتري بروتكتور، سكرين بروتكتور. يبقى بدل ما هو 33 الرقم ده، هيبقى الرقم ايه؟ هيبقى الرقم ده. هو هنا عمل لك كروس سيل وانت ماشي، اديت لك معلومات زيادة او اديت لك منتجات زيادة، بحيث ان انت تخش وتشتري وتتوكل على الله، وتاخد مني اكبر قدر، او تاخد او انا اخد منك اكبر قدر من الفلوس ان استطعت. خلاص. فده هو الكروس سيل. كروس سيل انت اشتريت حاجه ب 700 وانت ماشي، قال لك في حاجه ب 100 او ب 10، بعد كده قال لك في حاجه ب 50. معلش يعني انت مش هترفض ال 60 جنيه وانت دافع 700، خصوصا لو حاجه انت محتاجها. انا اشتريت مثلا بنطلون، البنطلون ده عامل 600 جنيه، طبعا اقل بنطلون ب 700 دلوقتي. وانا ماشي قال لي يا باشا عندك نضاره ب 50 جنيه، حطها لي في السله من غير ما انا اكلمه، او جابها لي تحت من غير ما يحطها لي في السله، جابها لي تحت. هتختار ولا مش هتختار؟ اخترت ب 50 جنيه. قال لي انا مش عندي، ما عنديش نضاره بس انا عندي كمان حظاظه. ما بيحبش الحظاظات يعني، دي العيال يعني. اي حاجه مثلا، حط مثلا نضاره، حط اي حاجه. تمام. ب 30 هتخلص على طول. هتشتري ايه؟ بدل ما تدفع 600 تدفع 680. ده باختصار الاب سيل والكروس سيل. الاتريبيوت ودي صفه، الاتريبيوت ودي صفه اللي احنا اتكلمنا عنها فين؟
الصفة والمتغير، وهما الاتنين هتلاقيهم تحت بعض. خلاص. طيب الاتريبيوت هي صفة للمنتج ده. يعني ايه صفة؟ هو بيقول لك اهو length or weight، يعني الطول والعرض. اكتب صفة للمنتج ده. المنتج ده انا بوصفه بايه؟ هو مثلا مفتاح، صفة مفتاح للويندوز، معلوش اي حاجة تانية. خلاص، هكتب مثلا ايه هنا؟ وين 10 برو. خلاص، وهعمل هنا حاجة اسمها سيف اتريبيوت. افتح كده الاقي بيقول لي ايه؟ ان الويندوز بتاعك الفاليو بتاعته اللي هي ايه؟ الويندوز ايه؟ اتريبيوت. طبعا فيزيبل ان برودكت بيج دي عادي، ما هي صفة كده كده ممكن تظهر عادي يعني. اوكي. طبعا في حاجات بقى الجزء المادي اللي هو المنتجات، البضاعة الخاصة مثلا بتيشيرت. وهنعرف هناخد أمثلة عملية، بس خلينا في الفيرتشوال، لأن الفيرتشوال أخف شوية، وإحنا لسه على حاجة اسمها سيمبل برودكت. حلو الكلام. طيب ادفانسد هنا بتقول له بيرشيس نوت. يا عم شكرا، شكرا يا عم على، شكرا جدا على إنك حنيت علينا واشتريت. حلو الكلام. أي كلام تكتبه. وطبعا تعمل enable review عشان تخلي المنتج ده قادر على ان في ناس تعمل عليه اللي هي الريفيوهات يعني. او تصميم عامة. تمام. طيب هروح على جزئية الكارت فلو دي، ما لناش دعوة بيها، مش هنستعرضها في الكورس ده، لان هي أداة منفصلة تماما. جيت مش عارف ايه الكلام ده كله بنستعرضهوش. تمام. هنا بقى الوصف اللي هو الشورت ديسكريبشن. طب شورت ديسكريبشن ده اللي هو بيظهر فين؟ هو ده، هنفترض ان ده هو الشورت ديسكريبشن. انا هاخده هنا وحاطه هنا. حلو الكلام. طبعا ده مش صح اللي انا بعمله، بس ده مثال وهمسحه. وهمسحه قبل ما اقفل هذا الفيديو. طبعا تلخيص مش عارف ايه ده برضو نفس الحكايه فين؟ نفس الحكايه هنا. خلاص. يبقى انا خدت ايه؟ الجزء اللي هنا اللي بيظهر، بعد كده تحتيه الشورت ديسكريبشن، بعد كده ايه؟ الوصف الطويل للمنتج. الوصف الطويل هو حاطه فين؟ اهو ده. ده الوصف الطويل للمنتج اهو زي ما انت شايف. خلاص اهو. تيجي هنا كده وتعمل ايه؟ وتعمل ايه الجزء ده كده وتحطه كده. خلاص. يبقى احنا كده عرفنا بمثال عملي ازاي نحط فيرتشوال برودكت بالشكل بتاعه. عرفنا الاب سيل، عرفنا المنتجات بتتحط ازاي، عرفنا السعر والخصم. الكلام ده كله سهل ان شاء الله. هنخش على جزئية الجزء بقى ايه؟ الشمال اليمين ولا ايه؟ خلصنا الشمال، هنخش على اليمين. طيب انا دلوقتي بخش فوق هنا، ماليش احتياج فوق، لان انا لسه ما خلصتش الجزء اللي تحت ده عشان اقول له مثلا بابلش او انشر او حاجة زي كده. باخد الجزء اليمين من تحت لفوق، باخد الجزء الشمال من فوق لتحت. تاني، باخد الجزء الشمال بتاع الداتا ده من فوق لتحت، باخد الجزء اليمين من تحت لفوق، عشان يسهل عليك الموضوع. خلاص. طيب البراند هنا، لو انا عندي براند معين ممكن اعمل مثلا البراند ده مايكروسوفت مثلا، يعني مايكروسوفت. دي مش خطوة مش لازم تعملها، عادي لو ما عندكش براند سيبك من البراند خالص. هنا عندك حاجة اسمها برودكت تاج. ممكن تعمل مثلا ويندوز 10 وتعمل هنا اد تاج. انا بعلمك بس. ممكن البرودكت تاج والبراند ما تحتاجهاش، تحتاج اهم حاجه الكاتيجوري والصور. طيب هل ده تصنيف من ومن الكلام ده كله؟ لا، ده تصنيف فين؟ ده تصنيف ويندوز. هنعمل تصنيف اسمه ويندوز بالشكل ده، ونعمل اد نيو كاتيجوري. كده علمت على الويندوز، لان المنتج ده يتحط فيه هذا التصنيف. يعني هي عباره عن علبه. تصنيف هو عباره عن علبه، بتختار منتجات معينة وتحطها في العلبة دي، تبقى في العلبة دي بس. تمام كده. طيب حاجة مهمة أوي بقى، حاجة اسمها إيه والناس بتلخبط فيها مع إنها بسيطة جدا؟ برودكت ايمج. هي صفحة أو الصورة بتاعة المنتج نفسه. يا جماعة صورة المنتج نفسه. الناس المحترمة دي تمام عاملين صورة، أهي الصورة حطيتها. طب أنا حطيت هنا صورة، أنا عايز أحط صور. أعمل إيه؟ هعمل حاجة اسمها اد برودكت جاليري ايمج. هحط هنا صور، مجموعة من الصور. يعني ممكن اختار واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام. بس بعمل ايه بقى؟ باخد كده بدوس على الصورة، بعمل كنترول واختار كده لحد ما يجي هنا حاجة اسمها ايه، او يجي هنا علامة زي ما انت شايف كده، علامة الصح. معناها ان الصور دي اللي تم اختيارها. خلاص. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ مش عايز مثلا الصورة دي،
هلغيها بالشكل اللي انت شفته ده. مش عايز مثلا الصورة دي، هدوس على علامة الايه، الناقص. يبقى انا حطيت صورتين. طبعا تحط كام صورة تحط اللي انت عايزه. مجرد ما حطيتهم ظهروا لي بالشكل ده. ومجرد ان انا حطيت البرودكت ايمج او البرودكت كاتيجوري، خلاص خلصته. برودكت تاج والبراند والكلام ده كله، اتأكدت ان انا ضايف المنتج بدون اي ديفوهات او بدون اي اغلاط. هروح على حاجة اسمها البابلش. ودايما وانت بتضيف المنتج بتاعك، دايما روح على البريفيو تشينجز عشان تشوفه على ارض الواقع، ما تضيفوش كده وخلاص. فزي ما انت شايف طبعا مع اختلاف الثيم او اختلاف التصميم، لان كل ثيم بيبقى له تصميم مختلف من ناحية البرودكت او الخدمة نفسها يعني. طيب في حاجة عندي اسمها اصلي مدى الحياة، اللي هو ده العنوان. دي اللي هي السعر زي ما احنا قلنا 500 بدل 750. وادي الصورة. وعندك اللي هي التعليمات، حسابي مش عارف ايه. تمام. ومربوط بلينك، هو الراجل رابط الكلام ده بلينك. يرجى نسخ مش عارف ايه، واد تو كارت زي ما انت شايف. وعندك هنا الوصف الديسكريبشن، هو الوصف الطويل للمنتج بالشكل ده. وعندك additional information هنا اللي هو بيظهر فيها الجزئية بتاعة الاتريبيوت أو الصفة بتاعة هذا المنتج، اللي هو مفتاح للويندوز ده ويندوز 10 برو مثلا. وهنا الريفيوهات، اللي هو لو حد مثلا كتب لك أي حاجة، وحط مثلا 5 من 5، وحد كتب لك مثلا ريفيو، هيجي لك هنا فورا إن في واحد عميل هو ناشر ريفيو. خلاص، يبقى احنا كده خلصنا من حتة إضافة هذه المنتجات الرقمية. ونيجي هنا نعمل تراش بالشكل ده عشان دي مش معلوماتنا، ما عملناش يعني الموضوع ما يبقاش كويس بالنسبة لنا. وهنيجي هنا في التراش هعملها ديليت بيرمننتلي، لأن دي حاجة مش بتاعتنا. طيب هروح على المنتجات تاني، هروح على اد نيو برودكت، وهنتناقش بقى في تفاصيل المنتج المادي، المنتج الملموس، المنتج المادي الملموس. بص معايا بقى، انا ببدأ اعمل المنتج اضيفه ازاي. احنا دلوقتي الدرس ده كامل عن اضافة المنتج بجميع انواعه. يبقى ده المنتج المادي الملموس. هروح انا ما اعمل ايه بقى، يعني اروح مثلا على امازون. هروح مثلا هنا على الامازون اي جي، واختار مثلا يعني هات اي حاجة مش فارقة يعني. الابل اللي احنا اخترناه ده، والامور ماشية فيه تمام. طيب هناخد الوصف بتاع الموضوع ده. وانصحك ان انت في الاول، خلاص احنا مش عايزين الصفحه دي تماما ولا دي كمان. انصحك في الاول انك تتدرب زي ما انا بدربك كده، اللي هو تروح معناه تروح مثلا مع مواقع تاخد منها منتج وتدرب نفسك والكلام ده كله. انا مش من النوع اللي هجيب لك صور واقول لك حط الصور دول، لان انا كده هبقى بستعبطك. انا عايز ان انا اخليك في الامازون، تخش على الامازون، تخش على علي بابا، تجيب موقع، تجيب اي موقع اللي انت عايزه، وتخش وتاخد الوصف وتجرب وتغلط وتجرب وتغلط. لان الموضوع انت شايفه سهل لان انا بشرح، لكن بعد ما انا اقفل او بعد ما الفيديو ده ينتهي انت هتطبق مع نفسك، فاكيد هتغلط فترجع للفيديو تاني وهكذا. مش عايز اطول عليك، هتاخد الكلام الحلو ده. احنا قلنا بقى مش عايزين نراجع. طيب موضوع الفري ريتيرنز اند اول مش عارف ايه ده، هنعتبره اللي هو وصف. ده الوصف البسيط بتاع المنتج، هنعتبره كده، هنعتبره كده. اوكي. طيب هناخد مثلا الجزء ده الوصف القصير بتاع المنتج. خلاص. طيب هنا مثلا عايزين ناخد السعر بتاعه 3 3 3 3. تعالى يا عم، هاخد مثلا السعر احطه فين؟ هنزل هنا تحت. طالما انا بص بقى الحتة دي، طالما انا معلمتش على الفيرتوال، معلمتش عليه، فهو يعتبر المواصفات دي منتج مادي ملموس. طب لو انا علمت ما بقاش منتج مادي ملموس. طب انا لو رحت على داونلودابل دي، بص كده ركز معايا في حاجات اتضافت. داونلودابل، يبقى ده منتج ايه؟ يبقى ده منتج ملموس. مش ملموس ولا ايه؟ منتج غير ملموس. فاهمني؟ فاي اشاره من هنا ممكن تبقى فيرتوال وداونلودابل، اللي هو مثلا انت بتحمل مثلا حاجه او بتخلي الناس تحمل بلجن معينه، فبمجرد ما هو بيشتري او بيدفع بالكريدت كارد بتاعه، مجرد ما بينزل له الحاجه دي في حسابه، فانت كده مش محتاج انك يبقى في تدخل بشري. فيبقى فيرتشوال اند داونلودابل، منتج غير مادي
تقدر ان هو ايه، تخليه يحمل هذه الملفات على الجهاز بتاعه. طبعا خلينا بس في المنتج المادي الملموس اللي هو الايفون، بنفس المثال، بنفس كل شيء. خلاص. طيب. نروح على السيمبل برودكت دي، وبنروح مثلا نحط السعر اللي هو ال الكبير، هو مثلا 35,000. بعد كده ننزل له ايه، ننزل له مثلا 33,333. مش عايزين ضرايب على ده، وطبعا طالما مفيش ضرايب خلاص سيبك من الجزء اللي هو التاكس بلس ده. هنخش على الانفنتوري ونكتب هنا مثلا ابل، هنكتب حاجة واحدة، يونت واحد لمنتج واحد، يبقى لازم يكون الاس كيو مختلف لكل منتج من المنتجات. ابل 1. طب هنا رقم، اكتب اي حاجة او ممكن ما اكتبوش اصلا، مش عايز اكتبه. خلاص، ده منتج يبقى ليه ستوك، يبقى انا اعمل مانج ستوك. انا عندي من الابل 20 قطعة، وما بسمحش برجوع منتجات الابل دي. تمام، او ان انا بسمح بس لازم اقول للعميل، او ان انا بسمح عادي من غير ما اقول للعميل. فهنعتبر ان احنا يعني بنحاكي امازون، فخلاص ماشي، اسمح ان انت ايه، المنتج ده يرجع لو في مشكلة طبعا. لو في 3 منتجات بس بلغنا عن طريق الايميل عشان ازود في المخزن، بعد كده ارجع ازود على الموقع بتاعي. خلاص. هنا بيقول لك solid individually limit purchase to one item per order. يعني هو بيقول لك واحد اسمه محمد خالد دخل يشتري هذا الموبايل، انت ليك مرة واحدة بس انك تشتري فيها الموبايل ده كل اوردر. يعني ما ينفعش تشتري 19 مرة واحدة. تمام. كل اوردر هتعمله واحد بس، تليفون هتقدر تحتفظ بيه، تدفع ثمنه. اعمل بقى 19 اوردر، فاهمني؟ طبعا انا ما بحبش الليميتيشن عامه، لان هو رزق جاي لك، هتقعد بقى تعذب العميل واعمل اوردر والكلام ده، لا. طيب هنا الشيبنج، سيبك من الكلام ده، انا بصراحه ما بقتنعش بيه، اللي هو الويت والدايمنشن والكلاس شيبنج والكلام ده كله. انا لا اقتنع بيه تماما نهائي يعني. بس هنا هتلاقيه عشان ده موقع عالمي، هيقولك بقى الدايمنشن بتاعته ايه والمواصفات بتاعته ايه وكل الكلام الرغي اللي احنا ما بنستفدش بيه بأي حاجة ده صراحة يعني. اهو هتلاقي الايفون، هتلاقي فيه البادي والديسبلاي والمش عارف ايه ووزنه وشكله ونوعه وجسمه والكلام ده كله. تمام. اهو بص دايمنشن اهو، يعني هات يا عم ماشي اهو. اهو كام؟ عندك 146 ومش عارف 71. هو بيقول لك بس ما تعملهمش في فواصل، وعندك هنا ايه اللي هو الويت بتاعك بالشكل ده. خلاص. عندك الويت بقى، الوزن بتاعه 174 جرام. 174 جرام. طبعا هو بيقول لك اكتب هنا بس ايه الموضوع ده كأرقام بس، مش رموز كمان. فانت بقى يعني ممكن تروح لشات جي بي تي وتقول له مثلا انا عندي الوزن هنا وعندي الدايمنشن بالوحده دي، وتدي له مثلا الحاجات دي كلها، ويقول لك مثلا الدايمنشنز بتاعتها تتكتب بناء على التفاصيل دي كذا كذا. خلاص، لان اللبس دي مش زي الجرام. او ممكن احنا نغيرها في الاعدادات بتاعه الوو كوميرس نفسها من خلال السيتنج. طبعا ابحث انت في الحته دي، انا اعتبر ان انا سايبها لك تاسك يعني، لان الحته دي ما بستفادش بيها يعني. طيب لينكد برودكت، احنا حكينا الاب سيل، ان انا ده ايفون 13 ممكن اخلي ايفون 15 مثلا تحت، بحيث ان العميل يشوف، يبقى فرق السعر بينهم مش كبير، يبقى فرق مثلا 10 20%، والله اعلم يعني، انا بتكلم من خلفيه تسويقيه. وهنا كروس سيل مثلا زي ما انت شايف مثال عملي اهو قدامك، اللي هو الجزء الخاص بيزود لك حاجتين وشكرا. عندك الاتريبيوت او هنا الصفات، زي ما احنا عارفين، زي ما احنا عارفين. خلاص. الصفات بتاعة الموبايل ده ايه؟ الصفات بتاعته مثلا ان هو موبايل اب، مثلا ابل. خلاص. ده مثلا ابل اهو يعني. خلاص. ممكن اجي هنا في الصفات، وطالما ده منتج ملموس، ممكن اعمل له حاجات كويسة قوي يعني. ممكن مثلا اجيب له اللون كولر مثلا. هاجي هنا اكتب وايت واعمل علامة كده. خلاص. تعال نشوف الفاليو بيقول لك ايه. enter some
descriptive text use اللي هو الساين دي to separate different value. يعني مثلا أنا كتبت white، بعد كده هعمل مثلا العلامة دي اللي هي shift والحتة اللي فوق enter. خلاص ممكن أعمل إيه مثلا black، black separate. ممكن أعمل مثلا إيه red. خلاص بالشكل ده. طبعا أنا عايز إن أنا إيه يعني أفصل كده ما بينهم كلهم بالشكل ده. بعد كده أعمل save attribute وأشوف الموضوع اللي هو white and black and red و visible in this product page. حلو الكلام. طيب خلينا ناخد الاتريبيوت ده على جنب شوية لان احنا المفروض نتعمق فيه، يعني هو ده مهم جدا طبعا. طيب في حاجة هنا اللي بعد كده طبعا الادفانسد ده احنا عارفينه والكارت فلو، وسيبك من الكارت فلو، سيبك من الحاجات دي كلها، الاتريبيوت ماشي خلاص. طيب شوف يا سيدي، انت عشان تعمل اتريبيوت بشكل صحيح بشكل مظبوط ما تعملهوش من هنا. خلاص نوصل بقى عند حتة الصفة والمتغير. عايز تعمل اتريبيوت تعمله قبل ما تضيف المنتج. طب ماشي، انت ضفت المنتج خلاص، احنا ضفنا المنتج، هل ما نعملهوش؟ لا نعمله عادي. قبل او بعد شوف انت ايه اللي يريحك. هتروح على البرودكت، هتروح على حاجة اسمها الاتريبيوت وناخدها واحنا بنعمل المنتج بتاعنا ونحط هنا الصفات بتاعتنا. في عندك حاجة اسمها هنا ايه الكالر، يعني يقول لك بقى اكوا بلاك بلو، دي حاجات نازلة بشكل تلقائي. دي حاجات نازلة بشكل تلقائي، يعني دي تبع السين جاية بيها يعني. فاحنا هنمسح الكلام الفاضي ده كله، وهنمسح كمان موضوع السايز والكلام ده، وهنروح هنا. احنا بنتكلم يا جماعة على ايفون، يبقى نركز بالعقل. احنا هندي صفة للايفون. انا مثلا عايز اوصفه من ناحية مثلا اللون اللي هي الكالر. كالر بتضيف الاتريبيوت بتاعتها اللي هي كالر. تمام. وبتروح هنا على configure terms. خلاص انت كده على البرودكت كالر، انت كده عملت تصنيف اسمه كالر. حط بقى من الكالر دول الالوان اللي انت المتاحة عندك من التليفون ده. فانا هحط وايت، وعندك حاجة اسمها بلاك، وعندك حاجة اسمها روز، وعندك حاجة اسمها ريد. حلو الكلام ده. يبقى انت عملت ايه؟ عملت صفات للكالر اللي انت مختاره علشان تحطهم في التليفون بتاعك او التليفون بتاعك. هنرجع كده على الكالرز بتاعتنا اللي فيها ايه بلاك ريد روز كالر. هروح على الكالر واعمل اديت عشان اظبط شوية حاجات هنا. ممكن تعملها بالانجليزي وممكن تعملها بالعربي. تمام. طيب نوع بقى، نوع نوع الصفة دي تبان بره ايه؟ تبان بره انها ليبل ولا كلر ولا ايمج. اهو انت عندك اهو، يبقى كلر. بعد كده الشيب ممكن تخليه ده، دي حاجات بقى ايه يعني ملهاش لازمة. شوف انت عايز ايه هنا براحتك كده. سكوير ولا راوند كورنر ولا سيركل، مربع ولا حاجة من راوندد كده يعني حوافها راوندد او سيركل. هنجرب مثلا السكوير. السايز بتاعها ممكن انا مثلا بحب دايما اللي هو يكون 32 بيكسل. 32 بيكسل حجم المربع او الدايره اللي هتكون قدام العميل وهو بيختار لون التليفون. خلاص طيب ابديت. ابديت خلاص انا خلصت كده. طبعا انا لو رحت على الادد برودكت بالشكل ده مش هلاقي ان في حاجه هنا اقدر اضيفها في الاتريبيوت من نفس الايه، من نفس الموضوع. ممكن تطلع بشكل تلقائي معاك وممكن لا. فانت اتقاء ان حاجه زي كده تعمل ايه؟ تروح على بابلش، تحفظ اللي انت عليه. لو انت افتكرت تعمل اتريبيوت وانت بتعمل المنتج، روح اعمل اتريبيوت وتعالى تاني واعمل هنا مجرد ريفريش. خلاص هتروح هنا على اتريبيوت، هتلاقي فيه هتلغي الكلام ده كله
هتروح على الاكزيستنج اللي موجود حاليا من الصفات اللي بتاعتي، اللي هو اللون اللي احنا حطيناه. هتلاقي اللون طالع لك ب variable. طب تختار الفاريبل منين؟ او تختار الحاجات اللي انت حاططها بايدك منين؟ من هنا اهو، ريد، بلاك. اصبر ثانية كده عشان بيحمل، وروز، والوايت. تاني، انت رحت هنا على الاتريبيوت وقلت انا عايز احط، تعالى بقى، انت رحت على الاتريبيوت وقلت انا عايز احط ايه؟ صفة. الصفة للموبايل هو اللون، يبقى اللون. رحت حاطط الوانك، وعدلت، عدلت شكل الصفة. يعني انت حطيت الالوان من هنا، وعدلت الصفة او شكل الصفة من هنا. خلصتهم، تروح على البرودكت بتاعك. ممكن تظهر لك في نفس الوقت، وممكن تعمل ريفريش عشان تظهر لك الصفة. هتروح هتختار الصفة اللي انت حطيتها، وتختار كل الحاجات او الالوان المتاحة اللي انت ضايفها، وتعمل حاجة هنا اسمها سيف اتريبيوت. خلاص، الموضوع تمام. فانت كده حافظت على، او حافظت على الالوان المتاحة عندك. تمام. خلي الحتة دي عشان هنستخدمها في الفاريبل برودكت. خلي الحتة دي عشان هنستخدمها في الفاريبل برودكت. انا بس قلت حبيت يعني ايه اشرح لك موضوع الصفة ده. خلاص، لسه بقى المتغير دي في المنتجات المتغيرة. المنتجات المتغيرة، يعني لو احنا حبينا نعمل اختصار شديد، السيمبل برودكت هو عبارة عن وصف كبير ووصف صغير للمنتج، والمنتج ما فيهوش اي حاجة، ما فيهوش اي متغير، وتحط له صور بتاعته وتحط له الكاتيجوري بتاعته وشكرا. زي ما هنعمل مثال عملي سريع دلوقتي، زي هنشوف دلوقتي. اخد مثلا الكلام ده كله، هنعتبر ان ده وصف طويل لهذا المنتج. هناخد الاتريبيوت دي نلغيه. هنحط مثلا ده البرودكت ديسكريبشن، ده الوصف الايه؟ الطويل، هنحطه هنا. طيب هنا الجنرال، كتبنا السعر وكتبنا الانفنتوري وحددنا الستوك لانه منتج مادي ملموس. والشيبنج سيبك منها، لو عايز تحط حط. اللينكد برودكت لو عندك منتجات زي ما احنا شرحنا اب سيل اعلى منه، او منتجات تكميلية تحطها هنا. طبعا انت كل اللي عليك انك بتكتب الاسم، يعني بتكتب 3 حروف بس من المنتجات اللي عندك، وبيجيب لك كل المنتجات. الاتريبيوت اللي احنا شرحناها من شويه، ادفانسد وكارت فلو ومور بلجن، دي مالكش دعوه بيه. يبقى كده خلصت ايه؟ البرودكت ده تعمل كده عشان تظهرها وتخفيها. في نفس الوقت الجزء اللي انت خلصته، لو في داتا كتير ممكن تدوس على الحته اللي هنا، لو في التاني مش في الاول تقريبا، يعني بالشكل ده. طيب عايز تغير طبعا اماكن الداتا، تقدر تغير ده مكان ده براحتك يعني. تمام. بس اول واحد بيبقى ثابت هو الوصف بتاع المنتج. يعني هنا برودكت شورت ديسكريبشن. طب اللي هم كاتبينه فين؟ الشورت ديسكريبشن اللي هو انا يعني هعتبر ان هو اللي هو ده. خلاص، هعتبر ان هو ده الشورت ديسكريبشن بتاعي. هو مكتوب في حاجة مكتوبة هنا، بس خليها بالشكل ده يعني. الفيجوال. ماشي. هنعتمد مثلا، هو هنا في لاج تقريبا، فاعمل ابديت واعمل ريفريش تاني. طيب اوكي، هنا فيجوال. تمام. الفيجوال يا شباب هو بيوريك الكلام ظاهر ازاي قدام الناس، لكن الكود لكل فيجوال كود. تمام. بيوريك بقى بالكود، هو اليو ال ده اللي هي الاكواد يعني في ال HTML. خلاص، هنا مثلا برودكت ديسكريبشن هنحط ايه الكلمتين دول في الكود، وبيظهروا هم على الفيجوال يعني. من الاخر تقدر تحط الكلام في الاتنين دول، لكن الاكواد تحطها في حتة الكود دي بس. خلاص. طيب دي حاجة على السريع يعني كده. خلصنا برودكت داتا، وخلصنا الوصف الكبير، وخلصنا الوصف الصغير. نروح نشوف البراند هنا اسمه ايه. البراند هنا اسمه ابل، تفاح على مؤاخذة. تمام. طيب هنا الكاتيجوري اسمه ايه؟ هنا الكاتيجوري اسمه ايفون. تمام.
او عايز مثلا تخليها اوسع شويه تبقى فونز. تمام، تخليها التليفونات. تمام. وممكن من التليفونات تحط حاجه اسمها ايفون. طب ازاي؟ ده سحر ده ولا ايه؟ لا، هقول لك انا. انت عملت فون، انا عايز اخلي ان الايفون ده ابن للفون. هعملها ازاي؟ هتروح هتختار البرودكت البارنت كاتيجوري، الاب هو الفون، والابن هو اللي انت بتكتبه دلوقتي اللي هو ايفون. خلاص. وتعمل اد نيو كاتيجوري. التسلسل الطبيعي، التسلسل الطبيعي انك هتشوف الموضوع كده: فون، تحتها ايفون. خلاص. طب انصحك انك تعمل ده منين؟ انصحك انك تعمل ده من الكاتيجوريز، برودكت كاتيجوريز. تروح كده زي الشطر، وتعمل الكلام اللي احنا قلنا عليه ده من جوه هنا. خلاص. يبقى انت هنا عندك فونز وايفون. خلاص. بس هذا هو الموضوع. ولو في حاجة مثلا مكررة معاك هتلغيها من الكاتيجوري هنا. بس بشرط لو شفت حاجة الفون مثلا هنا واحد أو هنا واحد، ما تلغيش الكاتيجوري ده، لأن هو ده اللي موجود فيه المنتج. لو لقيت مثلا المكرر ده فاضي، الغيه الغيه، بس من هنا من برودكت كاتيجوري. خلاص. طيب برودكت تاج انا مش عايز اعتمدها الصراحه، يعني عادي، عايز تحط حط، عايز تخليها ايفون، هنا ممكن تكتب اي حاجه حرفيا انت عايزها: ايفون، ايباد، اي حاجه. مفيش ليميت يعني. فونز مثلا. هو بس عشان حاجه زي الكاتيجوري كده، بحيث انها تبقى مفتوحه اكتر، بحيث ان العميل مثلا عايز يخش على التاجز بتاعت فون هيلاقي مثلا 16 منتج او 20 او مليون. تمام. لكن هي انا بالنسبه لي الكاتيجوري كفايه جدا يعني. يبقى انا عملت ايه؟ عملت من الشمال بصيت من تحت لفوق، او من فوق لتحت، عشان اخلص الداتا بتاعتي. جيت على اليمين بصيت من تحت لفوق، ما لقيتش في حاجه ناقصاني غير الصور. خلاص. يبقى اروح انا على اي صور موجوده. وعلى فكره ايفون وعلي بابا والكلام ده بيكون الصور بتاعتهم مفتوحه المصدر، يعني ممكن تاخد الصور اللي انت عايزها. تمام. بتروح هنا على البرودكت ايمج اللي هي الصورة بتاعتنا، ونحط سيلكت فايلز، ونروح هنا نختار الصورة بتاعتنا بالشكل ده. اخترت الصورة خلاص، بتعمل هنا ابديت. طبعا عايز تزود في الصور، احنا اتكلمنا في الموضوع ده، بتاخد الاد برودكت وكنترول وبتزود على صورة صورة. لو عايز تنقص بتدوس على علامة الناقص وخلاص. عايزين نشوف اللي احنا عملناه ده كله شكله عامل ازاي. هتلاقي بسم الله ما شاء الله يعني شكله كويس جدا، الصورة ممتازة. تقريبا واخدة من امازون شويه. الموضوع استرا واخد من امازون شويه برضو، سنه صغيره يعني. عندك الصوره، عندك الكلام، عندك مش عارف ايه، عندك الافيلابيلتي الستوك، وعندك الاد تو كارت، وعندك الديسكريبشن. كل الحاجات دي اللي احنا عملناها في ثواني معدوده. خلصنا موضوع السيمبل برودكت. تقدر تعمل تقييم وتخلص نفسك. لو انت لحد دلوقتي متابعني، اعتبر نفسك لمدة 5 دقايق انك في راحة. بعد كده وقف وقف اللي انت بتعمله ده 5 دقايق وتعالى تاني. خلاص. وطبعا بفكرك ان احنا المنصة اللي احنا رافعين عليها الكورسات هي منصة اشتراكها الشهري بسيط جدا. ممكن تقول لأصحابك، ممكن تقول لحبايبك على الموضوع بتاع المنصة دي. هتكون إن شاء الله أكبر منصة لتعلم الوورد بريس، لأن هو ده الرائج والسائد، واللي مش محتاج مدة كبيرة علشان تتعلم كل أسرار الووردبريس. في الكورس ده إن شاء الله احنا هنأهلك إنك تعمل موقع بكل سهولة، أو متجر بكل سهولة، من خلال أسترا، سيم أسترا اللي احنا شغالين عليه ده، ومن خلال برضو سيم اسمه وود مارت، وده هيبقى أكثر احترافية. خلاص. هفترض إنك خدت ال5 دقايق بريك بتوعك ورجع تاني هنكمل الشرح بتاعنا. هنعمل هنا اللي هو الاول برودكت. وطبعا احنا عملنا منتج نقدر ان احنا نلغيه تراش، نقدر ان احنا نلغي كمان التراش الموجود عن طريق ان احنا بنعمل ديليت بيرمننتلي. خلاص كده انت خلصت هذا الموضوع. هنروح بقى ناخد الجزء المهم جدا، ونفتتح موقع جديد ناخد منه الداتا علشان نشرح عليه. الجزء المهم بتاعنا وهو الجروبد برودكت. بص يا سيدي، جروبد برودكت هو منتجات مجمعة. بص كده لما انا اروح على البرودكت،
سيمبل برودكت، وبص ان انا بروح على جروبد برودكت. تمام. جروبد برودكت هي عبارة عن، بص انت لو دوست هنا يقول لك ايه: collection of related products that can be purchased individually and only consist of simple product. For example, a set of six drinks glasses. يعني انت مثلا عندك، هو بيقول لك يعني الجروب دي برودكت ده بيكون منتج واحد، كوباية. انا مش هعمل لك عليها شرح لانها شرح نفسها، ومفيش حاجة اصلا يعني في الموضوع ده صعبة، يعني سهل جدا. خلاص، الجروب دي برودكت ما بيستخدمش كتير للمعلومية يعني. ولو حد بيستخدم جروب دي برودكت بيستخدمه باندل، ما بيستخدموش برودكت يعني، فاهم ازاي؟ ففكرة الجروب برودكت، لو انت عندك مثلا قطعة دراع كنترولر مثلا بي سي 5 مثلا اللي هو بلاي ستيشن 5، فحبيت انك تبيع 5 قطع مثلا، فممكن تعملهم هنا في جروب برودكت. انا مش هشرحها لان فعلا هي مفيش حاجة جديدة، هو نفس الحاجة. البرودكت الموجودة ممكن تعمل كذا منتج وتربطهم مع بعض وكلام كده يعني. ما بستلطفهاش جروب برودكت، فهنعديها يعني. تمام. طيب هنا عندنا حاجة اسمها external and affiliate product. ده مش كسل مني اني بعدل حاجة، انا بقول لك الحاجة اللي بيتم استخدامها والحاجة اللي محدش بيقرب منها. احنا عاملين فوق ال 50 متجر تقريبا او 60 متجر، ما فيش حد فيهم جروب برودكت دي نشأت معاه او حتى استخدمناها يعني. اكسترنال او افيليت برودكت يعني ايه؟ يعني انت مثلا بتبيع شيء لا تملكه. انا مثلا عندي موقع محترم جدا اسمه سترة مثال، الراجل ده يملك كل المنتجات اللي بيبيعها. يعني الراجل ده عنده مخازن، الراجل ده راجل محترم شيك ابن ناس، وهكذا. خلاص، فالراجل ده عنده كل حاجة، بيدير عملية تجارة إلكترونية كاملة من الصفر خالص. فانا جيت قلت ايه؟ قلت له يا بتاع سترة، انا عايز اخد منك المنتج اللي هو ب 200 جنيه ده، انا هبيعه عندي في المتجر بتاعي، طبعا بتستأذنه في الاول. انا هبيعه عندي مش ب 200 جنيه، هبيعه عندي ب 300 جنيه. خلاص، فابعت لي صيغة ان انا بقى افيليت ليك او واحد ببيع منتجك وبس باخد نسبة منه. فبعمل ايه؟ فبروح هنا وباخد كل اللي انا باخده، بتفق طبعا مع صاحب الموقع، وباخد اللينك ده واحط اللينك ده هنا بالشكل ده، واكتب هنا اذهب الى الموقع للشراء. خلاص، انا طبعا باخد اللينك ده بالشكل ده. طيب مين بيعمل الحركة دي؟ اللي بيعمل الحركة دي مواقع الافيليت الخاصة بالاستضافة. لو انا كان مثلا كتبت مثلا ايه هوستنج بالشكل ده، هوستنج افيليت، حلو، هتلاقي في شركات كتير أوي افيليت بروجرام بيكام ان افيليت، الكلام ده كله بيسمحوا لك ان هم يشيروا معاك الجزئية الخاصة بالافيليت. هم عندهم برامج افيليت، مثلا وستنجر بيديك 60% على اي حاجة انت تقدر انك تبيعها من خلال الاستضافات. يدوك لينك تديه للعميل، العميل يدوس على اللينك فيكمل خطواته ويدفع، وانت تاخد نسبتك والناس دي تاخد ايه نسبتها. خلاص، فبيقول لك بقى ان احنا هاي كونفرجن ريتس، الكلام ده كله طبعا، ده الكلام ده كله على منتجات غير ملموسة طبعا. وفي عندك بقى حاجات كتير يعني كتير جدا، مثلا عندك تاجر. أنا طبعا ما جربتش تاجر قبل كده، بس عندك تاجر هو منصة برضو بيسمح لك ان انت تاخد لينكات افيليت، بيوفر لك منتجات متنوعة وكسبانة، بتوفر لك تشكيلة المنتجات. بيبقى انت عندك خدمة الافيليت دي، بتاخد لينك المنتج بتاعهم وتحطه في الافيليت بروجرام زي ما انت شايف، واذهب الى موقع الشراء. طبعا هو بيوفر لك المنتجات، يعني بيوفر لك المنتجات، فبيوفر لك الداتا بتاعتها من كلام وصور ورموز وكل حاجة من الكلام ده هو بيوفرها لك. حلو الكلام. ولنفترض ان انا هاخد مثلا المنتج ده هكتبه عندي هو فقط كمثال،
واخد السعر بتاعه. احنا قلنا السعر هيبقى 300، يبقى اكتب مثلا هنا 450 وهنا 300. لحد امتى بقى؟ بص هنا في ميزة هندخلها. لحد امتى العرض هيفضل شغال؟ لحد امتى؟ لحد من يوم، مش في عرض كده واحد يقول لك ايه، انا هشغلك العرض ده من يوم 24 مثلا لاخر الشهر، تمام، رغم ان المدة كبيرة بس ماشي هنعتبرها عرض. هتشغل لك مثلا العرض ده اللي هو بتاع سترة ب 450 300 جنيه بدل 450 لمدة كذا. طب بعد كذا بيرجع تاني 450 ويتلغي السيل برايس ده. اوكي، طبعا التاكسيبل نون. احنا كده خلصنا الجزئية الخاصة بالجنرال. هنكتب مثلا هنا في الاس كيو سترة مثلا، يعني سترة افيليت، ممكن تعمل كده حروف ارقام، عيش حياتك عادي. حط بقى واحد، حط 100، حط تاخد منهم ان شاء الله 2000 منتج عادي، طالما انت بتكسب وبيكسب. واهم حاجه يكون في اتفاق ما بينك وما بينه. خلاص، الاب سيل بقى انت عارف نفس الموضوع. وطبعا طب ليه هو مفيش هنا كروس سيل؟ لان المنتجات اللي انت بتبيعها في الافيليت هي مش ملكك. هو الراجل عارف هو بيعمل ايه، ده سيستم موجود من وو كوميرس، هي مش ملكك. فبيقول لك الاب سيل، شوف بقى بيزك تاني او بنطلون تاني تقدر تعمل عليه الاب سيل. اتريبيوت طبعا الصفات اللي احنا عارفينها، ادفانسد والحاجات دي ما بنجيش جنبها. يبقى احنا كده خلصنا الجزء اللي تحت. هنيجي ناخد البرودكت. برودكت شورت ديسكريبشن بيتكتب فين؟ بيتكتب هنا في الاول. باخد كده بعمل كده بيست. طبعا الموضوع سهل عشان دي منتجات الناس، لكن لو منتجاتك انت هتتعب عليها شويه. خلاص. طيب الديسكريبشن بتاعه مش حاطط ديسكريبشن عادي، مفيش مشكلة. خلاص، بعد كده بتعمل هنا اللي هو بتحط الصورة، بتاخد الصورة من هنا سيف، وبتحط ايه الصورة هنا والأمور تمام. والاد برودكت برضو نفس الحكاية، بتاخد ايه الصور اللي احنا متعرفين عليها، ونفس الموضوع بنفس كل حاجة. طبعا برودكت نيم بتكتب الاسم يعني ما تنساش، ما تنساش تكتب الاسم. طبعا اللي عرفنا بقى موضوع الكاتيجوريز اللي موجودة والتاجز والبراند اللي موجود عندي. بتكتب مثلا هنا سترة بالشكل ده، وبتكتب هنا اللي هو مثلا ايه كلوزس. وهنا بتاخد اللي هو بتعمل اد هنا، وبتعمل هنا اد كاتيجوري اللي هو مثلا هنفترض ان هو من، وهتلغي اي تصنيف تاني خليه من. خلاص، وبتعمل هنا مثلا ايه اسم، مثلا اسم لهذا البرودكت، بتحطه هنا. الاسم مهم جدا يعني. خلاص، بتروح تعمل هنا بريفيو تشينجز، بتشوف بقى الدنيا ماشية ازاي. ونفس الصورة طبعا انت هتضيفها من هنا لهنا. اذهب إلى الموقع للشراء، هتروح فين؟ على سطر. طبعا كالعادة أي حاجة بننفذها فورا بنلغيها لأنها مش بتاعتنا ولا تخضع لحقوق الملكية. ناخد موضوع التراش، ديليت permanently. بس كده انت خلاص. طيب هنروح على آخر نوع وهو أهم نوع من أنواع المنتجات. وهنا احنا مش هنحتاج سترة، هنحتاج مثلا أمازون تاني، أو هنحتاج أي موقع عربي، آه، جوميا مثلا. نحتاج المواقع العربية دي في إننا ناخد منها اللي هي الأزياء، الحاجات دي اللي ليها متغيرات كتير. دايما الأزياء ليها متغيرات، احفظها كده. أزياء متغيرات، أو أي حاجة ليها متغيرات. أوكي، هناخد مثلا هذا الموضوع، أو هذا اللي هو تيشيرت بولو. تمام، هنيجي هنا مثلا نعمل ايه؟ هاخد ان ده تي شيرت بولو. تمام. طيب في حاجة مهمة جدا لازم تعملها قبل ما تعمل المنتج ده، طالما في صفة ومتغير. اولا لازم تعرف ان المنتج ده مش منتج عادي. المنتج ده مش سيمبل برودكت اللي بيجي عليها الموضوع بشكل تلقائي. يعني انت بتختار ادد نيو برودكت بيجيب لك انها سيمبل برودكت. طبعا هو مش سيمبل برودكت، هو فاريبل برودكت. هنا بيقول لك start by adding attributes. انت طالما في متغيرات يبقى طالما في صفات، يبقى انت هتروح هنا كده على صفة ومتغير.
المنتجات المتغيرة، ركز معايا بقى في اللي جاي ده، أنا نفسي خدت بريك ورجعت تاني. المنتجات المتغيرة هي سهلة جدا. كل اللي أنت بتحتاجه كل اللي أنت بتحتاجه موضوع الاتريبيوت. أنت دلوقتي عارف إن المتجر بتاعك هيشيل مثلا يعني أزياء أو ملابس أو الحاجات دي كلها. حلو الكلام؟ طيب، عشان إحنا عارفين إن الأزياء ليها مقاسات مختلفة. الأزياء ليها مقاسات مختلفة وليها ألوان مختلفة. هنعملها إزاي؟ يبقى إحنا المتغيرات اللي عندنا في المنتجات المتغيرة دي ليها إيه؟ ليها صفات مختلفة. خلاص، وخصصت متجر كامل عشان أحط منتجاتي عليها، اللي هي الأزياء، وأبيعها. خلاص كده؟ طيب، طبعا في ناس أو في متاجر بتعمل منتجات زي الأزياء أو ملابس أو كده، يبقى متجر منفصل بذاته. وفي ناس محترمة ومحترفة برضو أكتر شوية، بيعملوا حاجة اسمها الماركت بليس. الماركت بليس إن هو يكون فيه كذا منتج. طبعا كل منتج بيكون بتصنيف معين وبصفة معينة. يبقى التصنيف هو الشيء أو القالب اللي أنت بتحط فيه المنتج بتاعك، والصفة هي وصف للمنتج بيكون مختلف ما بين تصنيف لتصنيف. صفات مختلفة. عندنا مثلا حاجة اسمها ايه؟ ألوان. وعندنا حاجة اسمها مقاسات. هو الأزياء مش دي الصفات بتاعتها اللي هي ألوان، المقاسات، الكلام ده كله؟ تمام. يبقى أنا حاجة على القديم ده والغيه لأن أنا لغيت المنتج أصلا. هلاقي هنا حاجة اسمها نيم. في الاتريبيوت بختار الاتريبيوت اللي هو الألوان اللي عندي وأعمل ادد اتريبيوت. واختار هنا حاجة اسمها المقاسات، مقاسات، واعمل هنا الاتريبيوت. دي اول خطوة. الخطوة التانية ان انا املي الحاجة اللي انا حطيتها. الخطوة التانية ان انا املي الحاجة اللي انا حطيتها. طب ازاي؟ هقول لك دلوقتي. حمل بس معانا، بقول لك. يبقى انت عندك الوان ومقاسات، دول فاضيين. املاهم ازاي؟ عن طريق حاجة اسمها configure terms. حط التصنيفات بتاعتك جوه الاتريبيوت، او حط بلاش التصنيفات دي. حط اللي هو ايه نوع الالوان دي، او ايه هي الالوان. المقاسات، ايه هي المقاسات؟ فاهمني؟ يعني دي كده الكونفيجر تيرمز. المقاسات انا عندي مقاس يا سيدي بالعربي هسميه لارج، وانتر. بعد كده اكس لارج، انتر. بعد كده اكس لارج، اكس لارج، اكس اكس لارج، اكس اكس لارج، اكس اكس لارج. طبعا انا بس بسهلها عليك. هي المفروض تتكتب مثلا ايه ال، وعندك مثلا تتكتب هنا سمول اس، وبعد كده ميديوم ام، بعد كده فاهم، وبعد كده ال اكس مثلا او اكس ال، اكس ال. تمام. اكس اكس ال. تمام. دي 2 اكس، 3 اكس، الكلام ده كله. بيبقى الموضوع كويس جدا بالنسبه لي. عايز الغي حاجه بدوس عليها كده، بعد كده بعمل ايه؟ ديليت، ديليت، ديليت. طبعا هي طريقة مختلفة شوية بس حلوة. لغيت التلاتة مرة واحدة المفروض يعني. لو عملنا ريفريش، لا ما لغيتناش حاجة بقى. طيب، اوكي كده يبقى دي مختلفة شوية. ماشي. تمام. دي طريقة ان انت تلغي يعني لارج واكس لارج ومش عارف ايه والكلام ده. خلاص. طيب، هرجع ورا واحدة كده. كده انا حطيت نوع المقاسات اللي موجود هنا. احط كمان نوع الالوان. عندك مثلا يا سيدي زيتي، زيتي. عندك اسود، عندك ابيض، عندك رمادي. تمام. حاجه زي كده حصلت، بتروح تعدل من كويك اديت
تكتب كده رمادي فوق وتحت، كوبي بيست. لو قال لك الموضوع مش جاي اعمل ديليت واكتبها من اول تاني. رمادي الوان بس خلاص. تمام. لو جرب لك كل حاجه موجوده في الموقع وبغلط بنفسي واوريك ازاي بصلح الغلط، وده اهم حاجه. خلاص يا شباب، كده احنا حطينا الاتريبيوت بتاعتنا. طيب هنعمل بقى فرضيه ان احنا هنعمل variable product. هناخد الصفات اللي احنا عملناها دي ونحط لها variable. تمام، او نحط لها تفقيطه كده، ركز معايا فيها بقى. دلوقتي هناخد نفس الموضوع بتاع تيشيرت بولو ده. تيشيرت بولو، انا ماشي معاك واحده واحده، تاجر ده الغيه خلاص. تيشيرت بولو، وعندك هنا البرودكت ديسكريبشن اللي هو ده، مواصفات المنتج. ممكن يبقى مش شرط مواصفات المنتج كبير جدا، ممكن يبقى 3 كلمات بس مكانه تحت مش فوق. خلاص. وعندك هنا حاجه اسمها ايه، مثلا هو هنا في جوميا هو مش حاطط اللي هو مش حاطط مواصفات كتير، هو يا دوب حاطط الاسم بس. ممكن انت على فكرة المتجر بتاعك يبقى كل المنتجات بتاعته هو مجرد اسم المنتج، مش لازم تحط شورت ديسكريبشن يعني، عادي جدا. خلاص. بعد كده بتروح مثلا تكتب اللي هو تيشيرت بولو ده، وتكتب مثلا ايه، تيشيرت بولو موديل السنة. خلاص، اي حاجة، مش شرط يعني، مفيش حاجة شرط عليك. كده انت خلصت الجزء اللي على اللي فوق ده. هنخش على الجزء اللي تحت. هنكتب هنا حاجة اسمها variable product، وركز قوي مع ال variable product لان انت مش هتحتاج تحط سعر هنا ولا حاجة. دوس بس على variable product هتعرف الدنيا ماشية ازاي. ال variable product non taxable. خلاص، هنروح هنا على الانفنتوري وهندي المنتج ده بصفاته كلها اللي هو تي شيرت بولو. بعد كده ستوك مانجمنت زي ما احنا قلنا هنا 20، او على حسب الستوك بتاعك، ما تحفظش الرقم وخلاص يعني. وهنا 3 بس وبس. وممكن طالما ده تيشيرت ممكن اسمح بان هو يرجع عادي. خش على الشيبنج، سيب كل حاجة. واللينكد عرفنا هنا ايه وهنا ايه. خلاص. وهنا الاتريبيوت او الصفات بتاعتي. طبعا انا عملت الصفات قبل كده من اول. هنا ركز قوي 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 في الفاريبل برودكت والاتريبيوت والفاريشن. عندك الفاريبل برودكت اهو، عملنا حاجتين قبل كده هتحطهم هم اهو، يعني هم وهتختار ليهم الحاجة اللي انت حطيته. ان المنتج ده متاح منه الابيض والاسود والرمادي والزيتي وبس. سيبك من المادة دي، ما تحطهاش اي حاجة غلط ما كتبتها ما تحطهاش. المقاسات، تكتب اللارج وهتكتب الاكس لارج او الميديوم والسمول والاكس لارج والاكس ال الاكس اكس لارج. خلاص، كده الامور تمام. هنعمل هنا سيف اتريبيوت. خلاص، ركز معايا بقى في اللي جاي. هنا عشان تعرف بس الموضوع ماشي ازاي، هنا انت عملت صفر، بيقول لك used for variation. يعني ايه used for variation؟ اسمح لي ان انا اخد الصفات دي احطها في الفاريشن. تمام. طيب هنا الموضوع هيمشي ازاي؟ هتدوس على used for variations في الاتنين او في اي صفة انت حطيتها للمنتج بتاعك. هنا هيقول لك ايه، زيتي ولارج، زيتي وميديوم، زيتي وسمول، زيتي واكس لارج، زيتي واكس لارج، اكس اكس لارج. رمادي في دول، وزيتي في دول، واسود في دول، وابيض في دول. يبقى 4 في 5 ب20 متغير. وكل متغير من المتغيرات اللي انت بتحطها بيتضرب في الجزء اللي تحت. 4 في 5 بحوالي 20 متغير، كل متغير فيهم بيبقى ليه سعر واحد محدد. خلاص، احنا كده 4 في 5. وتعمل هنا سيف والأمور تمام. هتيجي هنا على الفاريشن وهتعمل حاجة اسمها هنا ايه بقى، generate variation، وتعمل هنا اوكي.
هيجيب لك 20 متغير زي ما انا قلت لك اهو. انت بقى عندك حاجة عايز تلغيها، بتدوس على اللي هو مثلا ريموف، اللي هو مثلا التيشيرت بولو ابيض ولارج ده مش عندي، روح ريموف على طول واوكي. تمام. واللي عندك منه هتكمل بقى البيانات اللي انا هقول لك عليها. انا هملي بيانات مرة واحدة وانت هتملي اللي هو الجزء الباقي. هنا عندك بيقول لك حط لي الصورة بتاعة الابيض والميديم. انا هحط مثلا الصورة بتاعة الابيض والميديم، مفيش هنا صورة ابيض. نفترض مثلا ان هو مثلا مش ان هو الشكل ده. دي صورة الابيض والميديم. الاس كيو هكتب ايه؟ تي شيرت، تي شيرت بولو ابيض. ومش هكتبه تاني، مش هكتب الكلام ده تاني. طيب الريجولار برايس زي ما احنا عارفين، طالما في سيل برايس لازم تكتب ريجولار برايس. هنا مثلا ب 450 وانا خدته من افيليت مثلا من سترة او من اي مكان ب 300. طيب لمدة قد ايه؟ انا بكتب له التاريخ اللي هو من يوم 24 لحد يوم 30 في الشهر. الويت والدايمنشن سيبك، والكلاس سيبك والكلام ده سيبك. هنا سيم از بارنت اللي هي الضريبة اللي احنا اخترناها في الاول اللي مفيش ضرايب. كده انت عملت المنتج خلاص، كده شكرا. خلاص انت فاكر ان الموضوع صعب؟ لا الموضوع سهل. كده انت خلاص عملت المنتج. عايز تكتب وصف اكتب، مش عايز تكتب ما تكتبش. تمام. طيب هنعمل، لان الموضوع سهل، هنعمل هنا البرايس مثلا 300 في كله. هنا في، بص ركز هنا بقى، ركز هنا، ركز هنا. في حاجة هنا اسمها added price. added price، ضيف سعر. يقول لك added price to all variations that doesn't have a price. هتضيف لكل المنتجات اللي ملهاش سعر، سعر واحد لمرة واحدة. أنا مثلا هضيف 300 جنيه، وهكتب add price بالشكل ده. هيضيف لل 19 حاجة اللي عندي، وده أنا هم كانوا 20 لغاية منهم واحد. هيضيف لل 19 برايس تلقائي اللي هو 300 أهو. حلو الكلام. طبعا أنا ممكن أروح أعمل إيه؟ أعمل لعبة، أعمل اد برايس أكتبهم كلهم 450. يبقى كده أنا خلصت من كله اللي هو البرايسز اللي عندي. طيب هو ما أنا دوست عليه ما عمليش ليه؟ ما عمليش عشان أنا كل الريجولار برايس عندي مليان. فلازم تركز في الخطوة دي بقى. هنا بيقول لك for variation doesn't have prices, variation and their attributes doesn't have prices will not shown in your store. طبيعي جدا. تمام. هنروح على الصفحة التانية هنلاقي اللي هم الأربعة اللي هو بيقول لي عليهم. وهنا عندك قسم الموضوع لصفحتين، صفحة أولى وصفحة تانية. الصفحة الأولى هو عمل عليها المتغير بتاع السعر. الصفحة التانية هو ما عملش. لو دوست في الصفحة التانية مش هلاقي أي سعر مكتوب، لا هنا ولا هنا. اروح على اد برايس واكتب هنا في الصفحة التانية 450 واعمل اد برايس بالشكل ده. بعد كده بقى عايز احركهم مثلا بشكل تلقائي او بشكل سريع جدا. ممكن مثلا اروح على كل دول كده وافتح كل دول، باجي في السيل برايس اكتب 300. في السيل برايس اكتب 300 اهو. السيل برايس نفس الكلام. وبعد كده انا غيرت السيل برايس بتاعي زي ما انت شايف. وبرضه في الأربعة ممكن أعمل سكادجوال برضه من 24 لحد يوم 30 في كل اللي عندي. وكل حاجة مثلا بيبقى ليها لون معين زي ما انت شايف او شكل معين. كل منتج زي ده زيتي مثلا او حاجة زي كده بتبقى مثلا سمول او ميديم. بيبقى الموضوع يعني طالما هو زيتي خلاص بتختار نفس الايه، بتختار بنفس الشكل يعني خلاص. فزيتي زيتي زيتي بتختار نفس ايه الشكل طالما هو زيتي. لان المقاس مش هيبان لك، يعني مش هيبان ان ده مقاس اكس اكس لارج، فلازم يبقى مقاس مثلا مختلف عن دول، لا خالص. تمام. هتحفظ الحاجات دي؟ اه هحفظها مثلا سيف تشينجز او حاجه زي كده. طبعا لو ما حفظتش الكلام ده انا ما حفظتهاش يعني. اوكي. بس خلينا ندخل بشكل عملي شويه ونحسن هذا الموضوع بشكل محترم يعني. خلاص عشان نبقى الموضوع مختصر عليك ونعمل مثال عملي. هنعمل هنا السيف. انا غيرت طبعا الاتريبيوتس عندي عشان اعمل لك المثال كامل.
هاجي هنا في الجزء ده كله، تمام، وهعمل اللي هو للاسف يعني ديليت لكل الكلام ده كله. اوكي، خلاص كل ده ديليت. ديليت 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 ديليت. بالك اكشن اهو. ديليت اول فاريشن. اوكي اوكي. الفاريشن القديمه انا خلاص لغيتها. هنعمل دلوقتي فاريشن مكون من 3 عناصر عشان يبقى المثال واخد حقه. الفاريشن اللي احنا عملناهم تاني اللي هما الالوان والمقاسات. عندي لونين وعندي مقاس واحد. اروح على الفاريشن، هعمل جنريتيف او جنريت، هلاقي الاتنين دول اهو. خلاص. الرمادي والزيتي والاتنين واخدين للارج. اخد الرمادي، اي حاجه مثلا رمادي ده. ادي كده حطيت صوره للرمادي. سعره كام؟ هيتباع بكام؟ لمده قد ايه؟ من تاريخ كام لتاريخ كام؟ تمام. طيب، في حاجه هنا برضو عايز اشرحها لك. حاجه اسمها البالك اكشن. البالك اكشن، في حاجه اسمها هنا الست ريجولار برايس. همسح الريجولار برايس ده عندي ده خالص، ويخليني اقدر اتحكم في الموضوع بشكل كامل. الفاريشنز هنا لما تيجي ركز معايا من اول دلوقتي، هتلاقي في حاجه هنا اسمها اكسباند، دوس عليها. هيعمل لك للفاريشنز كلها اكسباند. حلو كده، ادي رقم واحد. رقم اتنين، انا ممكن بدل ما اروح اغير حاجه حاجه من هنا لهنا والكلام ده كله، لا، ممكن اروح اعمل بالك اكشن يختار كله، واقول له ان عايز الست ريجولار برايس هم 450 على كل الفاريشن اللي عندي، حتى لو عندي 1000 فاريشن. كده انا حفظت هذه التغيرات. هروح هنا. هو طبعا ثواني. بالك اكشن. اه، هو انا عشان لغيت دي تقريبا، فسيبك من الكلام ده خالص. نعمل هنا سيف. اي حاجه لازم سيف طبعا. ناخد واحد، او ما ناخدش واحد ده، خلينا مثلا نعمل اكسباند بالك ست 450. اوكي، كده حطهم كلهم 450. نعمل اكسباند هتلاقي 450 هنا، 450 هنا. طبعا لو طلع لك سيف تشينجز دوس عليها عشان ما يبوظلكش الدنيا. طيب، عايز بقى كله. كله انا بأمره هنا، بقول له كل اللي موجود عندك حط سيت سيل برايس 300. دوس اوكي. تمام، هنعمل اكسباند كله. 300 اهي، و300 في الشكل التاني. طب تعالى نشوف ايه البالك اكشن اللي احنا ممكن نختاره تاني. الستوك مثلا، ممكن ادي لكل اللي موجودين في الفاريشن الستوك بتاعهم 200 قطعه. ده ما انصحكش بيه، لازم يكون حتى لو عندك مليون قطعه لازم تكتب على الموقع مثلا 20 او 15 عشان الفكره التسويقيه للموضوع. اكسباند عشان الناس تشتري منك يعني. خلاص. تمام كده، كتب لك ايه الاسعار والامور تمام، وحط لك كمان ان ستوك 200. خلاص. طيب ده منتج ايه؟ خلاص ده المنتج اللي هو، سيبك من ده خالص. انكريز انكريز لل regular price fixed amount. سيبك من الكلام ده خالص. انكريز كذا كذا كذا. سيبك اوت اوف ستوك، لا ماشي. يعني ده اللي انت تقدر تتحكم فيه، تعمل اكسباند الاسعار، والباقي ممكن تعمله مانوال زي اضافه الصور، وزي كل الحاجات اللي هي اللي موجوده دي. هناخد مثلا ده اللون الزيتي لارج، وده اللون مثلا الرمادي او الاسود اللي هو اللارج ده. كده انا خلصت. هعمل سيف تشينجز. كده انا كاني حطيت المنتجات كلها زي ما كنا بنحط قبل كده. بعد كده طبعا في 3 حاجات ما بنجيش جنبهم: ادفانسد كارت فلو، مور اوبشن، والكلام ده كله. خلاص، الامور تمام. طيب، انا عايز احط صوره اول ما العميل يدخل يشوف التيشيرت البولو ده. خلاص، ممكن احط صوره ايه؟ ممكن احط صوره من اللي انا مختارهم في الفاريبل. يعني ممكن احط صوره الاسود دي مثلا. خلاص. وسيبك بقى من حته الايه الاد برودكت دي، او حط برضو من اللي موجود عندك في الحاجه اللي انت حطيتها في الفاريبل، تحطها او ما تحطهاش عادي. طبعا هنا التصنيف بتاعهم ايه؟ ده تصنيف من مثلا
خلاص ممكن اضيف تصنيف تاني ومثلا تيشيرت بولو. فهعمل هنا ادد نيو كاتيجوري واخد ان ده من، وهضيف للمن حاجه اسمها بولو، نوع التيشيرتات. او ممكن اكتب مثلا تي شيرت بالشكل ده. بص بقى الحته دي، بقى المن تي شيرت، تمام، ومن التيشيرت بولو. فهمت حاجه؟ تاني، انا عملت 3 تصنيفات، سيب كل حاجه زي ما هي كده. عملت تصنيف اسمه رجاله، الرجاله عملت لهم تصنيف اسمه تيشيرتات، تيشيرتات عملت له تصنيف اسمه بولو. فاهمني ازاي؟ طيب العميل لو دخل على من هيلاقي التيشيرت ده موجود، لو دخل على التيشيرت هيلاقي التيشيرت ده موجود، لو دخل على البولو هيلاقي البولو ده موجود. باختصار هو القالب، كاتيجوري زي القالب اللي نحط فيه المنتجات بتاعتنا. حلو الكلام يا شباب، كده احنا خلصنا. طيب الماركة بتاعتي اسمها ايه؟ اسمها بولو. واعمل اد براند، وخلاص حطيت بولو بتاعتك. خلاص كده يبقى انت بتمشي بقى هنا في الجزء اليمين، تمشي من تحت لفوق كده، تلاقي مثلا تاجز دي مثلا خليها بولو مثلا، شيرت خليها بولو، تمام. والجزء ده كده يبقى تمام. والجزء اللي هو على الحتة دي في الفاريبل برودكت تمام برضو معانا. ونعمل هنا حاجة اسمها الببلش. لما نعمل ببلش هنشوف دلوقتي الشكل الكامل لهذا الموضوع يظهر ازاي اصلا للناس. تمام، هنروح على البريفيو تشينجز زي ما انت شايف كده. طبعا الحاجة اللي هنا هي حاجة متوسطة. طبعا احنا لما نروح بقى على الوود مارت هتلاقي الموضوع مختلف تماما. يعني هتلاقي مفيش ده كده حاجة رديئة. يعني تقدر انت تبدأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم، انا ممكن ابدأ اعمل متجر بسيط. خلاص هتلاقي الكلام موجود هنا. موديل السنة ده برضو الشورت ديسكريبشن اللي احنا حطيناه، والراجل ده كان حاطط شورت اللونج ديسكريبشن او البرودكت ديسكريبشن بالشكل ده. طبعا هو عمل لك ايه هنا؟ جاب لك ريليتد برودكت عادي من خياله هو بقى. قال لك انا عندي ايه؟ تصنيف اسمه من، اللي هو نفس التصنيف اللي انت حاطط فيه المنتج بتاعك اللي هو من برضو. جاب لك ريليتد برودكت مرتبطه بنفس التصنيف او بنفس الكاتيجوري، لان في ناس مش فاهمه ده. ريليتد يا جماعه، ريليتد برودكت هي نفس التصنيف في منتجات في نفس التصنيف. فده طبيعي جدا. العميل مثلا دخل في تيشيرت، ممكن يلاقي تيشيرت تاني عجبه فيشتري. تمام، ف ريليتد برودكت دي مهمه جدا. خلاص طيب اخترت رمادي ولارج هتلاقي ايه بالشكل ده. طب زيتي ولارج هتلاقي غير لك بشكل تلقائي الايه؟ للفاريبل اللي احنا عملناه اللي هو اسمه الفاريبل الزيتي اللارج. اوكي يا شباب، وبس. هو هذا هو موضوع البرودكت. هنراجع مراجعة سريعة جدا قبل ما نخلص الجزء ده، لان الجزء ده مهم بطريقة لا تتخيل. انت كده قفلت حته انك تحط المنتجات وخلاص. انت بعد كده يا دوب هتحط كلام على الموقع بتاعك وتظبط منتجاتك وشحنك والاسلوب ده كله والدنيا تمام، وتبدا تتوكل على الله تعمل متجر كامل بنفسك. خلاص طيب بقى احنا كل اللي احنا عملناه ده مهم جدا، وهو ان احنا عرفنا ال4 انواع من المنتجات. عرفنا ايه هو الابسيل، عرفنا الكروس سيل، عرفنا يعني ايه منتج مادي ويعني ايه منتج غير مادي، وخدنا مثال على ده وخدنا مثال على ده، وخدنا مثال على اكتر من موقع عشان الموضوع يبقى بالنسبة لك سهل وبسيط. عرفت بتلغي منين وبتضيف منين وبتحط منين وبتشيل منين. تمام طيب في العادة أو كالعادة يعني أي حاجة إحنا بنعملها نبدأ إن إحنا نشيلها من خلال إن إحنا ندوس يا إما على تراش، أو أختار من هنا، أو أختار لو أنا عايز أشيل كله من هنا وأعمل بالك أكشن وموف تو تراش. وبكده يبقى إحنا خلصنا الحلقة دي، أو خلصنا الدرس المهم جدا ده واللي بنتكلم فيه على كل أنواع المنتجات. الحاجة اللي إحنا بنشرحها مفيش تقريبا حد في الوطن العربي بيشرح بالسرعة دي، الحمد لله رب العالمين، ولا بالسلاسة دي. فالمعلومة اللي انت بتاخدها مني هي معلومة قيمة جدا. عيد الموضوع لو نفع معاك من المرة الأولى تمام، ما نفعش معاك من المرة الأولى عيد تاني وتالت ورابع، علشان اللي جاي بعد كده هو مرحلة التصميم وتقفيل المتجر. وهتلاقيني بشتغل بحط لك منتجات على طول، وبقول لك كده احنا قفلنا المتجر بالنسخة العربي يلا نترجم، او بالنسخة الانجليزي يلا نترجم العربي، واعرفك الطرق السهلة جدا في الترجمة
والطرق البسيطة والطرق الأكثر تعقيدا شوية في موضوع الترجمة. هنكتفي بهذا القدر اليوم، دي المحاضرة الثالثة، وإن شاء الله نشوفكم في المحاضرة الرابعة. مع السلامة.